تعالي يا ست البنات، تعالي يا ست الكل، تعالي يا ست الحبايب، تعالوا بقى مع بعض هنتكلم على شوية عادات يومية. العادات دي لو انتي اتبعتيها يوميا وتبقى عادة حياتية بالنسبة لك، بشرتك دي هتفضل كلها نضارة وحيوية ودموية، والتجاعيد مش هتيجي ناحية بشرتك ابدا. طب ايه هي يا مرمر العادات دي؟ تعالى اقولك ايه هي العادات دي. اهم حاجة الغسول. الغسول يا حبايبي، الغسول ده يعني بصوا لازما يبقى موجود عندكم. طبعا حسب بشرتك. طبعا بقى انت تشوفي بشرتك مختلطة دهنية عادية، حسب نوع البشرة هتجيبي الغسول المناسب بتاعك. يبقى قلنا ايه؟ الغسول اهو. الغسول اهم حاجة لبشرتك، يبقى عندك الغسول المناسب بتاعك، تستخدميه صبح وبالليل، اول ما تقومي وقبل ما تنامي. الغسول، الغسول يا بنات، الغسول. عايزه اقول لك كمان حاجه مهمه قوي. كتر الغسول ممكن ينشف بشرتك. يعني مرتين حلوين قوي، مره الصبح ومره بالليل، مره اول ما تقومي ومره قبل ما تنامي. الغسول يا بنات. يبقى اهم حاجه ايه؟ الغسول، الغسول يا بنات. طيب تاني حاجه الترطيب. لازم تهتمي بالترطيب بتاع بشرتك. اي كريم ترطيب، اي كريم ترطيب، اي كريم، اي كريم ترطيب، بس المهم تهتمي بترطيب بشرتك علشان بشرتك ما يجيلهاش ايه؟ جفاف. فلازما الاهتمام بالترطيب يا بنات، واي كريمات انتي حباها للترطيب. تمام تمام. ايه تاني يا مرمر؟ زي ما بنهتم بترطيب البشرة، لازم نهتم بحوالين عينينا، بحوالين عينينا. يبقى هنجيب لعينينا الكريم المخصوص بتاع عينيكي، حوالين عينيكي، هترطبي حوالين عينيكي اي كريم مخصوص لعينيكي هتجيبيه. اي كريم مخصوص لحوالين العينين، عشان المنطقة دي منطقة حساسة جدا لتفتيح بقى الهالات والانتفاخات بتاعت العيون. بيبقى فيه كلنا بنبقى عارفين ان بيبقى فيه كريم مخصوص للعينين. تمام تمام. عادات انتي هتشوفيها، هو ده اللي يعني يا مرمر، هو ده اللي هيبعد عننا التجاعيد ويبقى عندنا نضاره دمويه وحيويه ايوه يا اختي، ايوه. جربي جربي واهتمي. هي حاجات بسيطه بس مهمه جدا جدا لبشرتك، لان يا جماعه يا حبايبي يعني البشره دي، الجلد ده ها بيبقى محتاج رعايه، محتاج كده رعايه من ترطيب. لا برضه هقول لك على حاجه. لو انت بتزعقي مع الاولاد في البيت على طول، عندك كده يعني ستريس عالي بقى، والعيال واللي راح واللي جه وعلى طول، على فكره بيأثر على البشره، بيطلع لك التجاعيد يا اختي بدري بدري. يعني بالراحه، ريلاكس ريلاكس مع الاولاد والبيت حاولي بس حطي في اعتبارك كل شخطه، كل زعيقه مع اولادك هيبقى بتجاعيده. انت لو حطيتي الموضوع ده في دماغك مش خلاص هتنسي هتبقي بصي ريلاكس ريلاكس طول الوقت. فخلي كده اعصابك ايه؟ ريلاكس، علشان التجاعيد والخطوط والحاجات اللي بتطلع في البشره. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، السان بلوك. السان بلوك يا حبايبي مهم جدا جدا. السان بلوك صيف او شتاء، يعني محدش يجي يقول لي يا مرمر انا هجيبه بس في الصيف. لا، ده صيف وشتاء، صيف وايه وشتاء. وبيتحط قبل ما تنزلي مش ب10 دقايق، لا بتلت ساعه. تلت ساعه
تبقي حاطه الغسول بتاعك ويبقى في شنطتك. ليه في شنطتك؟ لو نزلتي وعوقتي او انت في مكان ومش هتروحي يعني هتعوقي فيه، يبقى كل ساعتين هتحطي من الصن بلوك اللي هو ايه، واقي الشمس. اي نوع انت بتحبيه، انا بحب النوع ده، انت اي نوع انت بتحبيه يبقى ايه، الصن بلوك. طيب عايزه اقول لكم شرب الميه. ايوه شرب الميه ده بيخلي كده ايه، على طول كده بشرتك كده يعني فيها نضاره. على قد ما تقدري اشربي ميه. الميه مفيده جدا 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 للجلد وللبشره وكل حاجه. ففي ناس يعني انا بلاقي يعني لما بقعد مع ناس معينه كده اتفاجئ، تقول لي ايه يا مرمر، ده انا بنسى اشرب ميه اصلا، ده انا ممكن اليوم يعدي عليا وانسى اشرب الميه دي. طيب هيجيلك جفاف برضو ويعني والتجاعيد برضو بدري. الميه يا بنات، والنوم بدري، يعني ما تسهريش عشان التجاعيد ما تطلعش والهالات بقى والحاجات والخطوط الرفيعه. النوم بدري. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين في بيوتكم ونضاف وزي الفل وشمعة منورة، بس انا عايزه اقول لكم برضو على حاجه كده. كيس المخده يتغير يوم بعد يوم. ما تسيبيش كده كيس المخده وحتى لو انت شايفاه نظيف، لا يوم بعد يوم، لان بيبقى فيه بكتيريا زي ما انتوا فاهمين. فكيس المخده يتغير، مهم جدا جدا جدا. كلها حاجات بسيطة خالص. يعني انت عادات يومية لو عملتيها، يعني هي عادات بسيطة بس لو عملتيها هتتجنبي بقى ايه، الهالات، التصبغات، التجاعيد بدري، الخطوط الرفيعة، كل ده هتتجنبيه. يعني انت لو طنشتي مثلا وقلتي ايه انا نزلت ومش هحط وما تحطيش صن بلوك، طب ما طبيعي نزلتي حرارة الشمس دي هتأثر عليكي، فهيبقى في بقى نمش وكلف وهالات وتصبغات. طب وانت ليه حتة كريمية كده قبل ما انزل بتلت ساعة واحطها واخد بقى ده في شنطتي، عشان لو اتأخرت يبقى كل ساعتين احط منه. حاجات اساسية، الترطيب علشان ما يحصلش جفاف لبشرتك وبرضو الجفاف يعمل ايه، يعمل تجاعيد. ترطيب اي كريم يا حبايبي، اي كريم، انا مش بحدد كريمات معينه، اي كريم رطبي. والغسول زي ما انا قلت لكم، بس قبل الغسول عايزه اقول لكم برضو كريم العينين دي لها كريم، تمام، الصبح وبالليل اول ما تقومي وقبل ما تنامي. والغسول دي اساسيات لازم تبقى عندك ويوميا تتعاملي معاها. الغسول طبعا ايه، هتغسلي بشرتك بالغسول، تمام. بعد ما هتغسلي ويعني حاجه قطنيه عندك، بلاش بقى ايه نجيب حاجه ونقعد ايه نمسح جامد، نستعجل بقى التجاعيد والمسح بقى العشوائي ده، يلا عايزين شويه تجاعيد على شويه خطوط رفيعه على تبوظي الدنيا. لا، طبطبه بسيطه بفوطه قطنيه تبقى كده ناعمه عليكي كده، كده بالراحه، تمام. وبعد كده اهم حاجه بعد الغسول هترطبي بشرتك على طول. كلها حاجات بسيطه
وانا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين واكيد بتعملوا كده، بس احنا بنفكر بعضينا كده علشان تفضلي قمر 14 وتفضلي كده صغيره، والتجاعيد ما تجيش ناحيتك ابدا ابدا، وتفضلي كده يدوكي اقل من سنك ب20 سنه. يعني لو انت عندك 30 هيقول لك عندك 10 سنين. طب يا مرمر بقى لو عندي 10 سنين ارجع على بطن ماما؟ ترجعي بطن ماما. بحبكم قوي قوي يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم بجد 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 يعني صفحتي بتكبر بيكم والقناتي بتكبر بيكم. انتوا عيلتي التانية اللي بحبها قوي قوي قوي. لو الفيديو بقى عجبكم يا ريت بقى المشاركة والكومنت اللي بيفرحني، واللايك لايك لايك، واقول لكم باي باي يا حبايبي، باي باي.